سلام. كما هو معلوم عند الأسرة الكروية والرياضية المغربية والإفريقية أن كأس إفريقيا السابق الذي كان مقررا في المغرب في يونيو 2025 يتعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا والتي ستقام في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، وبمشاركة 4 أندية إفريقية كاملة. وكالعادة تجاهلت وسائل الإعلام الجزائرية هذه الحقائق، وحاولت جاهدة عبر مقالاتها وتحليلاتها وبرامجها الربط بين قرار الكاف وما قالت إنه عدم جاهزية البنية التحتية في المغرب، حيث قالت صحيفة الشروق في مقال تحت عنوان كأس إفريقيا للأمم تفقد قيمتها بسبب سذاجة الكاف وحماقات الأقجاع إن تأجيل النسخة المقبلة من الكان إلى نهاية عام 2022 سيناريو يعكس سيطرة المخزن على هيئة موتسيبي، وتابعت أن هذه النسخة مرشحة لأن تكون الأسوأ من جميع النواحي سواء في الشق التنظيمي أو الفني. وقال موقع الجزائر الآن إن سبب التأجيل ومن دون مفاجأة أيضا لأن العالم كله يعرفه هو عدم جاهزية الدولة المستضيفة المغرب، ووصل فرغ مع من اللجنة التنفيذية للكاف بذلك إلا أنهم صوتوا لهم لأجل التنظيم، وهو أمر يثير الضحك والسخرية، وكل المشاعر مجتمعة يثير كل هذه المشاعر لأن هناك بلد جاهز كان ينافس على الفوز بالمناسبة وهو الجزائر. ورجع موقع الجزائر تيوب بدوره قرار التأجيل إلى عدم جاهزية البلد المنظم لإقامته لافتقاده البنية التحتية الرياضية فضلا على الأزمات الاقتصادية التي تضرب المغرب دائما حسب هذه الصحافة الجزائرية. وعلى عكس ما تروج له وسائل الإعلام الجزائرية، أعرب باتريس موتسيبي رئيس كاف عن ثقته بأن منافسات كأس إفريقيا المقبلة ستكون أفضل نسخة في تاريخ هذه التظاهرة الرياضية القارية.